من الاوردرات الجميله جدا اللي نفذتها الاوردر ده. بنوته بعتت لي ورد الخطوبه بتاعها علشان اعمله لها في صوره تابلو. بس الجديد هنا ان انا حبت ان انا اعمله لها في تابلو كله ريزن. وطلبت الديزاين بتاعه يكون عباره عن ورق جولد من الاطراف، وفي النص يكون جليتر. حبيت جدا الديزاين، وخصوصا ان انا كنت نفذته قبل كده بس على كوستر صغير شويه. فانا تخيلته كده قبل ما انفذه، حسيت ان هو هيبقى جميل جدا. فتابعوني عشان تشوفوا معايا النتيجه. طبعا بصب الطبقه الاولى بالشكل ده، طبقه ريزن، وبسيبها تتصلب علشان اقدر احط الورد عليها ويبقى ثابت عليها. طبعا الورد بقى بياخد طبقات من الريزن كتيره جدا، علشان لازم الورد يتغلغل فيه الريزن عشان يتصلب معاه، والا فهيتكسر. ميزة الريزن ان هو لما بيجي يحفظ الورد ان خلاص الورده بتبقى اتغلفت بالريزن، فاستحاله انها تتكسر او ان هو يتفرط من بعضه. خلاص بيبقى لازق في التابلو والورد نفسه متماسك. طبعا صبيته طبقات كتير، انا مصورتش كل الطبقات، انا بديكم بس هنت عن اللي انا بعمله. وطلبت كمان ان انا احط صورتها، صورة البوكيه في الخطوبة واسمها وتاريخ الخطوبة وجملة رقيقة هي كانت عايزاها. وصبيت طبقة الفينش. وبالنسبة للأوردرات أنا هكتب لكم فوق أسماء الأكاونتس اللي تقدروا تطلبوا منها. ويلا بقى نشوف النتيجة. يعني بصوا النتيجة ما شاء الله طلعت تحفة. الحمد لله طلع جميل جدا وعجبها الحمد لله جدا، وشحنته لها ووصلها بالسلامة الحمد لله.